الكوبيبة المقرمشة الاقتصادية. يلا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجة بستخدم برغل الضحى، والافضل ان احنا نستخدم برغل مغلف. هطحنه كده شوية علشان انا عايزة البرغل يبقى سهل معايا ويطحن او يتعجن معايا على طول، فهطحنه. عملوا معايا 3 كوبايات ونص. معايا بقى رغيفين شامي كده منشفاهم، طحنتهم برضو وضفتهم مع البرغل. هضيف 3 كوبايات ونص من المية وهقلبهم مع بعض. وطبعا المية لازم تكون سخنة جدا. هغطيهم بقى وهسيبهم واروح اعمل الحشوة. هنعمل العصاج بتاعنا عادي جدا، شوية من الزيت او السمنة زي ما تحبوا، وهنزل عليهم بكيلو من اللحمة المفرومة. ومقادير الحشوة اللي هقولها لحضراتكم دلوقتي مظبوطة جدا على كمية البرغل اللي هنعملها. شوحت اللحمة على نار عالية وبعدين نزلت بكيلو من البصل المفروم، اديته برضو التشويحة، وبعدين هغطي عليه واسيبه على نار هادية يستوي كده ويتعصجوا مع بعض. البصل نزل ميته وكمان اتبخرت، وكده اللحمة مفيهاش اي مية، فهبدأ ان انا اضيف لها نص كوباية مية واديها تشويحة كمان. احنا عايزينها مستوية كويس جدا. هرفع بقى اللحمة على جنب كده وهنزل بيه 4 فصوص من الثوم المفروم، هديهم تشويحة كده، واول ما ريحتهم تطلع هدمجهم مع اللحمة والبصل. وهبدأ ان انا اضيف بقى التوابل والبهارات بتاعتي. بضيف ملح، فلفل اسود، وبهارات من بهارات ماما اللي كنت عملتها معاكم قبل كده. وكده العصاج جاهز معايا، هسيبه يبرد. نرجع بقى للبرغل. هنبدأ ان احنا نفككه كده ونحطه في العجان او نفرمه في الكبة، اي حاجة عندكم. هضيف له كمان نص كوبايه من الميه، معلقتين من النشا، معلقه من الملح، معلقه من البصل بودر، ومعلقه من الثوم بودر، معلقه من البابريكا، ونص معلقه من الكمون. هضيف كمان معلقتين من الزيت، ونقدر نفرمهم في الكبة عادي او في العجان او حتى بايديكم، بس بياخد شويه مجهود. هفضل معاها واحده واحده كده لحد ما الاقيها نعمت خالص. لو احتاجت شويه ميه بنستم لها شويه ميه، شويه صغيرين بشويه صغيرين، لحد ما توصل معايا للشكل اللي حضراتكم شايفينه، عجينه مش طريه مش ناشفه وفي نفس الوقت مش بتشقق. هنبدا بقى نشكلها بالشكل المعتاد بتاعنا. مهم بس نبل ايدينا بشويه ميه، يكون جنبنا بوله كده فيها ميه عاديه خالص من الحنفيه، ونبل ايدينا ونبدا ان احنا نكور القطعه، ونبدا ان احنا نفتحها بالشكل ده ونحط فيها الحشوه، ونبدا ان احنا نقفل ونشيل الزيادات. بصراحة أنا عن نفسي بحب الطريقة دي أكتر من الطريقة الأصلية اللي العجينة بتاعتها بتكون فيها لحمة مفرومة، دي بتبقى مقرمشة أكتر وطعمها ألذ كمان. قولولي انتوا بتحبوا الطريقة الأصلية ولا الطريقة الاقتصادية؟ الكمية اللي احنا عاملينها دي بتطلع كمية كويسة جدا من الكوبيبة. عملت معايا حوالي 53 قطعة من الكوبيبة. وطبعا مش لازم تحشوها لحمة مفرومة، ممكن كمان تعملوا حشوة من الفراخ وتحشوها، بتكون حلوة جدا. وعن نفسي انا بحب الفراخ اكتر من اللحمة كمان. بس خلوا بالكم من نقطة مهمة جدا، ان انتوا لو هتاخدوا وقت في تشكيل الكوبيبة غطوا العجينة عشان ما تنشفش معاكم. هنظبطها كده بشوية من المية عشان تكون ناعمة معانا، وهبدأ ان انا اغطيها كويس جدا وهفرزها. ولازم نكون حاطين تحتها كيس بلاستيك بالشكل ده. هغطيها كويس قوي وهفرزها على ما هي، وبعدين هطلع منها بقى اقليها وهي متجمدة، وبتتقلي في زيت غزير وسخن بس على نار متوسطة. شايفين لونها؟ وباقي الكمية حطيتها في حاجة مناسبة وهقفلها كويس جدا بستريتش، وهطلع منها على القلي على طول. ما تنسوش المتابعة لو بتشوفوني لأول مرة، لايك وكومنت وشير، واشوفكم الفيديو الجاي على خير.